السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين واجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. يا ريت تدعميني بلايك، ولو انت اول مرة تشوفيني في القناة فضلا وليس امرا ضغطي لايك واشتركي في القناة، فعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. فاكرين يا جماعة الراجل ده اللي كان محامي أسرة محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟ فاكرينه؟ ليه بقى جايبه صورته؟ ليه بقولكوا فاكرينه؟ لانه هو طالع دلوقتي الصراحه، يعني في القضيه اللي انتوا كلكم عارفينها، اللي مشهوره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، اللي كله بيتكلم على القضيه اللي هزت وجدان الشعب العربي كله. الام اللي قتلت ابنها اللي عنده 5 سنين، وطبخته واكلت اعضاء من جسده. المحامي ده يا جماعة أنا مش عارفة بالظبط، يعني هو كل مرة كده بيطلع وبيحب الصراحة يعمل شو، بيحب يعني عايز يتشهر أكتر وأكتر. كل ما تبقى في قضية تهز وجدان العالم كله، بيحب يطلع هو يمسك القضية دي. طبعا كل ده زي ما انتوا عارفين علشان الشو. ليه بقى بقول الكلام دوت؟ وليه انا متأكدة في كلامي؟ لانه طلع قبل كده في القضية بتاعت نيرة اشرف ومحمد عادل القاتل، لما طلع وراح لأسرة محمد عادل وقال لهم انا اللي همسك القضية، وكان عايز يطلع محمد عادل القاتل اللي جايبين صورته والناس كلها شافوها علني، اللي هو قاتل نيرة. كان عايز يطلعه اللي هو بريء، واللي هو تحت تهديد وعنده حالة اكتئاب من نيرة كانت بتعمله فيه، وبقى عمال يقول كلام كده علشان يطلع محمد عادل اللي هو بريء. قال برضك نفس الكلام اللي طالع يقول فيه دلوقتي على القاتلة، على الأم اللي قتلت ابنها. عايز برضك يعمل شو وعايز يعمل شهرة، عايز برضك يطلع الأم اللي هي بريئة. بيقول ايه بقى المحامي دوت؟ هو اسمه طبعا يعني كلنا عرفناه من القضية اللي هو كان ماسكها، اللي كانت مشهورة محمد عادل، وهو متقال اسمه أحمد حمد. المحامي احمد حمد دلوقتي عايز بيقول ان الام اللي قتلت ابنها اللي هي عندها حالة عصبية وهي مجنونة وعندها ضغط نفسي وعندها صرع، وعايز برضك يطلعها من القضية المشهورة اللي هزت وجدان العالم كله، عايز يطلعها اللي هي بريئة. طيب يا أستاذ أحمد، أنا بسألك سؤال. انت دلوقتي بتقول ان الام دي كانت عندها حالة نفسية، الام دي كانت عصبية، الام دي كانت مجنونة، الام دي كانت بتأكل ابنها برسيم من الارض. طيب لو كلامك دوت صح زي ما انت ما بتقول كده، وطالع تتكلم جنب أسرة الأم القاتلة، لو كلامك دوت صح، ماشي، الأم كده كده هتطلع بريئة زي ما انت ما بتقول، عشان هي تطلع مجنونة زي ما انت عايز. طيب فين الأهل؟ اهل الام اللي قتت ابنها لما عارفين ان بنتهم مجنونة، عارفين ان بنتهم عندها صرع، عارفين ان بنتهم بتأكل ابنها برسيم من الارض؟ طيب فين الاهل؟ يعني معقولة أم تعرف إن بنتها فيها كل ده وتآمن اللي هي تعيش لوحدها؟ تآمن اللي هي تعيش هي وطفلها؟ يعني أم مجنونة بالعقل يخليها تعيش مع ابنها الصغير لوحدهم، مفيش حد معاها؟ لو كلامك دوت صح، يبقى فعلا اللي هيتحاكم الأهل، أهل القاتلة، أهل الأم اللي قتلت اللي هي هناء اللي قتلت ابنها. طبعا يعني حضرتك يا أستاذ أحمد عايز تعمل شو. أي قضية بتبقى مشهورة الناس كلها بتتكلم عليها، معروفة جدا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. أي قضية مشهورة زي القضية بتاعت محمد عادل ونيرة أشرف، حبيت برضك تخش انت في الموضوع وتتولى انت القضية من أولها. ونفس برضك اللي حصل برضك مع القضية المشهورة حاليا، الأم اللي قتت ابنها ووكالته عايز برضك تطلعها اللي هي بريئة. أنا عايزة أقول لك يعني اتقي الله، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما بيقولش كلمة حق.
حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد فعلا. يعني يعني احنا بقينا دلوقتي في زمن العجايب بجد، احنا بقينا في زمن عجايب، بقينا في اخر الزمان. بنطلع دلوقتي القاتل، عايزين يطلعوا بأي طريقة اللي هو بريء، مش عارفة ليه. من قتل يقتل. وكمان الام ديت لو هي مجنونه زي ما حضرتك ما انت ما بتقول اللي هي مجنونه فعلا، طيب ازاي تحقيقات النيابه اكدت ان الام مش مجنونه؟ لانها بتحكي بالتفاصيل، وبتحكي على الواقع بالتفاصيل، وكمان مثلت الجريمة بالظبط قدام النيابة، وقالت انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني ازاي ام طول الليل كده تتسلى على ابنها، تضربه بالخشبة، تموته، تضربه 3 مرات كده على راسه بالخشبة بتاعة الفاس، ولسه في الروح، دخلته المطبخ وفصلت رقبته عن جسده، وجابت حلة مغلية حطت الراس فيها، وحطت الجسد طبعا في الجردل زي ما هي ما بتقول، وبتقول انا يعني شفيته، يعني انا طلعت منه العظم من اللحم. يعني قالت بالتفاصيل. حتى وكيل النيابة بيقول لها طب انت يعني ازاي يعني اكلتي، يعني حطيته وشه في المية المغلية لغاية ما سويتيها زي لحمة واكلتيه ازاي؟ قالت لهم انا اكلته علشان محدش يعني اضيع ملامح وشه. طب دي لو ام مجنونة كانت تقول اللي انا اكلت وشه علشان اضيع ملامحه؟ يعني بجد انا عن نفسي انا شايفاها اللي هي مش مجنونة. حتى لو هي مجنونة يبقى اللي هيتحاسب الاهل اللي عرفوا ان بنتهم مجنونة وسابوها عايشة كده هي وابنها لوحدهم في البيت. يعني بجد يعني لو الام مجنونة هم بجد اللي هيتحاسبوا. فيا ريت يا جماعة نقول كلمة الحق. يا ريت مش عشان الشو والشهرة والناس كلها تعرف الشخصية ديت، فلازم بقى نقول ايه، نطلع الام بريئة ونتكلم ونعمل عشان نطلع على السوشيال ميديا، عشان نطلع على التلفزيونات، عشان نتشهر كمان اكتر واكتر. طب ليه؟ طب ما حرام. ما تفكر بالعقل كده. طب فين دلوقتي حق الطفل الصغير اللي مات؟ فين حقه؟ طالع دلوقتي بتقول الاب ليه كان سايب ابنه. الاب ليه دلوقتي بيقول ابنه بيبكي وبيعيط، ما كانش بيسأل على ابنه؟ ايش عرفك لو ما كانش بيسأل على ابنه؟ ما احنا برضك يعني شفنا الاهل الوالد وهم بيتكلموا بيقولوا احنا كنا يعني بنحاول اللي احنا ناخده ونعيشه معاه. هي كانت قالت لا، وكسبت القضية ان الولد يبقى معاها، وكان بيروح لها من كل وقت للتاني، كان بياخد مثلا الولد ساعة ساعتين ويجيب له مثلا حاجات حلوة، يجيب له لبس، يجيب له كده، وكان بيرجعه تاني. والاب كمان ابو الولد قال اللي هي كان شغلها كان قريب من البيت بتاعنا، يعني كان يعني ابني اللي هو ابو الطفل كان بيروح يبص على ابنه وكان بيرجع تاني، ولكن هي اللي ما كانتش عايزة تخلي ابنها يبقى مع باباه. والست دي يا جماعة لو كانت مجنونة ما كانتش تشتغل، يعني ما كانتش تروح الشغل كل يوم كده وترجع من الشغل. طبعا هي بتشتغل، والجيران كلهم قالوا ان الام دي كانت بتشتغل وبتاخد ابنها معاه، وكانت طبيعية خالص ما فيش اي حاجة. دلوقتي يا استاذ حمد عايز استاذ احمد حمد عايز دلوقتي تطلع ان الام بريئة، والاهل هم اللي الاهل. وعليكم السلام. وعايز تطلعها طبعا اللي هي يعني بريئة، وانها مجنونة، وانها كانت في يعني بيجيلها صرع. طب لما هي كانت كده امال اهلها ما كشفوش عليها ليه؟ اهلها ليه ما ودهاش مصحة؟ اهلها ليه سايبينها كده لو هي فعلا مجنونة بالفعل وبتأكل ابنها برسيم وبيجيلها حالة صرع؟ ليه اهلها كانوا سايبينها كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فعلا. زي ما انا قلت لكم اي حد ما يقولش كلمة الحق، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يطلع القاتل يطلعه بريء. بجد احنا بقينا في زمن العجائب. يبقى كده يا حبايب قلبي خلصنا موضوعنا النهاردة. لو عجبكم محتواي ولو عجبكم كلامي
يا ريتكم تكتبوا لي في التعليقات ارائكم، لان ارائكم بيهمني جدا جدا جدا. ولو اول مره تشوفيني فضلا وليس امرا اضغطي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع الف سلامه يا احلى مشاهدين واجمل متابعين.